بتقلي هذا واجب وطني وما لازم تترك الرجال عندك، وأنا بقوم بواجبي وبعطيكم الرجال فورا، وبشارك بالتحقيق وبعرفكم على حقيقته، وبخليكم تشوفوا قديش وسخ وخاين للدولة. وبعدين بتتركوا هالرجال وبتطلقوا سراحه بنفس اليوم، وبيجي وبيوقف قدامي، ولما بتجي الفرصة بيقتل خالي برصاص اللي عم تعطيها الدولة. بترجاك تحكي لي كيف لازم فكر؟ انت يلي خدعتني ولا هو يلي خدعكن؟ ولا هداك الزلمة أقوى مني ومنك وما بنقدر عليه؟ أنا زعلت كتير على خالك. المرحوم خالي كان يقول لازم نموت مشان الوطن، وما كان يتردد يضحي بروحه كرماله. رجال مثل هاد بينقتل بهالطريقة الوسخة من شخص وسخ. نحن عجزنا نحميه، مو هيك؟ أنت عم تقول إنه نحن عجزنا، وأنا بقول إنه نحن ضعاف، وشخص ثالث بيقول هالشغلة حساسة، وفي حدا بيقول إنه نحن مجبورين على هالشي. طيب شو يلي خلاكم تطلقوا سراح هيك واحد وسخ؟ لأنه هالقذر اللي عم تحكي عنه فخ خصت مدارس، ومن شان إنهم يحموا حالهم من الموت ساووا أوسخ شي ممكن يتساوى. وليش الدولة لا تتساوم مع هيك وسخين؟ لما منضطر نربي شخص وسخ مشان يحارب الوسخين اللي برا، ولو ما ساوينا هالشي رح يسوء الوضع أكتر. بس طبعا كانت هالتجربة سيئة. وهالوسخين هلأ لساتهم تحت رعاية الدولة وحمايتها؟ ولا وسخين وبس؟ من بعد هالساعة هن وسخين ولازم يتحاسبوا. اجيت لعندك بس لأعرف هالشي، لأنه ما عاد يضل اسم لهالوسخين. الأشخاص اللي ما كانوا يلاقوا لهم أي عمل بعهد العثمانيين كانوا يطلعوا على الجبال ويتواسخوا على كيفهم، وبعدين بفرمان واحد وبميداليتين بيصير باشا كبير على عشيرته، وبيدير ظهره للدولة فورا، وبيصير يقتل ويذبح. ما في هيك أشخاص بتاريخ دولتنا، لأنهم بهالحالة ولاد حرام. بدي منك تسمعني منيح، لا تقرب من هالأشخاص، لأنه ما في حدا رح يدعمك بهالشي أبدا. ما اجيت لهون مشان اطلب اي شيء. انا بحب هالبلد بدون اي مقابل،